ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده فطيره التفاح بعجينه البيف بيستري، حاجه كده تحفه وسريعه بدون عجن ولا تعب ولا اي حاجه. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هدير. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه زي ما بين عندكم في الفيديو جبنا التفاح، طبعا الكميه اللي انتي بتفضليها. انا هنا قطعت 3 تفاحات، قشرتهم وقطعتهم سلايز شرايح، حطيت عليهم معلقه كبيره من القرفه وكوبايه من السكر البني. ما فيش متوفر عندك سكر بني، حطي سكر ابيض عادي، وقلبتهم كويس مع بعض. جبنا بقى البايركس بتاعنا. طبعا العجينه بتتحط على حسب حجم البايركس بتاعك. انا كانت عباره عن مربعات زي ما بوريها لكم كل مره، بس انا قطعتها لشرايح علشان البايركس بتاعي صغير. بدأت بقى ارص كل شريحة جنب التانية، وبعد ما رصيتهم جنب بعض حاولت ان انا الزق العجين مع بعضه كده والزقها مع بعض. خلصتها كده بالشكل ده وحطيتها في الارضية. بدأت بقى ان انا اخرمها بالشوكة. لازم تخرميها سوري، علشان ما تعلاش لفوق منك. بعد كده نزلت بقى بالتفاح بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه بالسكر والقرفة. لما قعد شوية لحد ما ظبطنا العجينة، بدأ المكونات تمسك كلها في بعض كده وودت صوص كده بني تحفة. بدأت احط الطبقة التانية من عجينة البيف بيستري، و كمان عملت نفس العملة اللي احنا عملناها في الأرضية. كان بعد ما حطينا الطبقة بتاعت الوش، خرمناها كده بالشوكة علشان ما تعلاش لفوق. بعدين حطيت شوية قرفة وشوية سكر بني علشان تدينا لون كده تحفة. هتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وده شكلها بعد ما خرج. عايزة اقول لكم رهيبة، الريحة تحفة. طبعا انا سبتها لحد ما هدت شوية عشان اقدر امسك البايركس زي ما انتم ما شايفين كده في الفيديو. هو البايركس كان دافي مش سخن خالص، كان دافي. بس انا حبيت اسيبها لحد ما تهدى علشان تعرفي تقطعيها وتعرفي تاكليها. بصوا، عايزه اقول لكم لازم تجربوا الوصفه دي، واللي بيحب فطيره التفاح هيحبها قوي. وتعالوا بقى نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. يلا بسم الله. بصوا بصوا، رهيبه والله يا جماعه. بصوا شكلها، مقرمشه من بره ومقرمشه من تحت، حاجه كده تحفه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا زي ما بقول لكم كل مره اللايك والشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. انتظروني باذن الله في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه، باي باي.